السلام حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم حبيباتي جيت نشارك معكم هذا البوراك كما راكم تشوفوا فيه. يجيكم متقرمش، يجيكم روعة بحشو بنين معسل اقتصادي 100%، ما تشبعوش منه حبيباتي. وصفة سهلة وبسيطة توجدوها بالخف. اقترحتها عليكم من قرب رمضان، اقترحتها عليكم هكا باش تجربوه في رمضان حبيباتي، على بالي باللي يعجبكم. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نروح نبداو بسم الله حبيباتي. طريقة سهلة كما قلت لكم وبسيطة. عندي هنايا مقلدت فيها شويه تاع الزيت، درت هنايا نص حبه تاع بصل مرابيه كما شفتوا. قلت لكم باللي هذا الحشو اقتصادي. زدت لها قليتها مليح هذاك البصل. زدت له هنايا ربع تاع زدر تاع الدجاج اللي كنت طحنته حبيباتي. تبغوا تعوضوه باللحم المفروم عوضوه باللحم المفروم عادي، واللي بغات دير بالدجاج تاني يجيها بنين بزاف. زيدوا له هنايا 4 مغرف تاع الكركم، 4 مغرف تاع الفلفل اكحل، وربع مغرف تاع السكنجبير. ولا كان عندكم توابل الدجاج ضيفوهم، وهنايا رشه تاع الملح وخليتوه حتى طابلي فوق النار كما راكم تشوفوا فيه حبيباتي. خلوه حتى يطيب لكم مليح مليح بهذا الشكل. نروح من جهه واحده اخرى كنت دايره زوج حبات تاع بطاطا يكونوا صغار حبيباتي ماشي كبار بزاف. غليتهم بالقشره تاعهم، بعد نقيتها ونقيتهم وهي حاميه كما راكم تشوفوا فيها راهي سخونه. بديت نمرس فيها بهذا الشكل غير بفشيطه. صدقوني حبيباتي انا البوراك تاع البطاطا ما كنتش كاع ناكلو، بصح كي بديت نجربها بهذه الطريقه ولا وليت ما نحسش باللي فيها البطاطا، وما في الدار ولا يعجبهم يحسوا ما يعرفوش باللي فيها البطاطا. صدقوني غادي يعجبكم 100%. مام الاولاد تاعكم ما يحسوش باللي فيه البطاطا، وكما راكم تشوفوا يجيكم زاكي. بعد ما مرست هذيك البطاطا مليح زدت لها واحد فرماج هذاك تاع السيميل حبيباتي، ولا ما كانش عندكم ضيفوا فرماج مثلثات حسب الرغبه. تبغوا 5 حبات ولا 6 تاع فرماج مثلثات باش هكا البوراك تاعكم يجيكم بنين. خلط هذاك الدجاج بعد ما طاب لي مع هذيك البطاطا اللي كنت ضفت لها الفرماج كما شفتوا. ضفت هنايا زيتون يكون مقطع كما شفتوه، اختياري تاني. خلطتهم مليح بهذا الشكل. هنا الفرماج اي نوع تفضلوه نتوما ضيفوه حبيباتي. الفرماج طبعا اللي يكون بنين. بداو تخلطوا في هذا المقادير مليح مليح بهذا الشكل. انا زدت ضفت شويه تاع فرماج رابي وزدت شويه تاع المعدنوس بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ونروحوا نجيبوا الاوراق الديول تاعنا باش نعمروهم. كما قلت لكم حشو يجيكم زاكي واقتصادي 100% حبيباتي. قلت لكم انا والله ما كنت نبغي تاع البطاطا، بس كي وليت نجربها بهذه الطريقه ولا يعجبنا. جبت هنايا الديول، اختاروا النوعيه اللي تكون مليحه حبيباتي. ونبداو نعمروا فيهم. تبغوا على شكل مثلثات ولا على شكل طويل كما شفتوا انا درته طويل بهذا الشكل يعجبني كما هكا. جيبوا الورقه تاع الديول تاعكم على الجهه اللي تكون رطبه، بداو تعمروا فيها بهذا الشكل. لويتها بهذه الطريقه بديت نضيف في الحشو تاعنا. هنا اللي تبغي تقسم الديول تاعها على سنين تقسم وتعمر عادي، كل وحده بالطريقه تاعها كما تبغون نتوما حبيباتي بهذا الشكل. ونبدا نلوي بهذه الطريقه سهله وبسيطه كما شفتوا. هنا حبيباتي كي تبداو تلووا في البوراك تاعكم باش يجيكم مدور، ما يجيكمش مستطيل، يجيكم هكا مدور كيما اللي ناكلوه في العراس كما شفتوا. في القليان تشوفوا الطريقه تاعو. هنا كي تبداو تعمروا فيه وتلووا فيه بداو تزيروا عليه، ما ديروهش مرخوف باش يديكم هذيك لا فورم دائريه، ما يجيكمش مستطيل كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. شوفوا هنايا انا كي نبدا نلوي فيه نولي نلوي ونضغط عليه مليح مليح باش هكا قلت لكم يدي لي لا فورم دائريه ماشي مستطيل بهذا الشكل، يدي لي الشكل دائري كما شفتوه. شوفوا هنا اللي تبغي دير غيره دير مغرف تاع الفرينه مع شويه تاع الماء تخلطهم مليح وتلصق بهم عادي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هنا درت معكم شعاع من حبه باش هكا المبتدئات يفهموا مليح بهذا الشكل. قلت لكم حبيبتي طريقه سهله وبسيطه. قعدوا تلووا وتزيروا
حتى نكملو كامل الكميات تاعنا حبيباتي. نروح ندير المقله تاعي تسخن لي. الزيت ما تكتروش بزاف، الا كترتو بزاف غادي البوراك تاعكم يتحلل لكم في المقله. لازم ديروه قل من نص تاع الحبه تاع البوراك تاعكم. دوك تشوفوا انا هنايا درت كميه تاع الزيت كما راكم تشوفوا فيها، خليتها سخنت لي على النار متوسطه. وهذا البوراك تاعنا لازم نقلوه على نار متوسطه باش ما يجيناش معجن من الداخل ويجينا يتقرمش كما شفتوا في اول الفيديو حبيباتي. تمنيت باش نخلي لكم صوت القرمشه، بصح الحس كان عندي في الكوزينه ما قديتش نخلي لكم الفيديو كما كان. شوفوا هنايا ضفت الحبات تاع البوراك تاعنا، وهنايا السر في القليان باش يجيكم مدور تقعدوا غير تدوروا فيه. ما تخلوش حتى يحمر من ديك الجهه باش تدوروه، قبل ما تحمر تقعدوا تدوروا فيها على الجهه الثانيه باش هكا يجيكم دائري كما راكم تشوفوا فيه حبيباتي. انا قبل ما غير حطيته خليته شويه قبل ما يبدا يحمر لي. هيا بديت شغل ندور فيه على الجوانب كاع باش يديلي الشكل الدائري، ما يديليش شغل ما يجينيش مستطيل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. طيبوه على نار تكون متوسطه باش هكا يطيب لكم يتقرمش، ما تديرولهش النار قويه بزاف كما راكم تشوفوا. وقعدوا تدوروا فيه حتى يحمر لكم مليح، ياخذ لكم اللون الذهبي. وطفوه وقلعوه من فوق النار وديروه فوق البابي اوبسوربون باش هكا، ولا بابي اسويتو باش هكا يشرب لكم كاع هذاك الزيت حبيباتي. صدقوني ما غاديش يجيكم كامل شارب الزيت. قعدوا تقلوا فيه بهذا الشكل على نار متوسطه حتى نكملوا كاع الحبات تاعكم. قلت لكم خلوا اللون الذهبي، صدقوني يجيكم مقرمش حتى للقلب، ما يجيكم لا معجن من داخل لا والو. كما شفتوا صاي حبيباتي، شوفوا البوراك تاعي بعد ما طاب لي كاع. صدقوني شوفوا كي يجينا مدور، صدقوني تجي الحشو تاعو بنين بزاف ويجي معسل. نتمنى تجربوه، وصفه سهله كما شفتوا اقتصاديه وغير بربع تاع ربع زدر تاع الدجاج ماشي بزاف. كما قلت لكم شوفوا القرمشه تاعو حبيباتي، صدقوني يجي قرمش حتى لداخل، وهذاك الحشو يجي معسل وبنين. وصفه سهله وبسيطه وتوجدوها بالخوف كما شفتوا. ومام هذاك الحشو ما غاديش كاع يكلفكم، ولا سهل واقتصادي كما شفتوا حبيباتي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. اللي دخلت جديده عندي للقناه حبيباتي ما تنساش دير لي ابوني وتفعل الجرس هكا باش يوصلها كل جديد. وانتم حبيباتي ديروا لي جيم وخلوا لي كومونتير، ومع السلامه.